هاتي كوبايتين لبن وتعالى اقولك ازاي تعملي احلى صينيه كنافه بالكريمه. حطي كوبايتين لبن كبار كده، عليهم معلقتين كبار مليانين نشا، حطي عليهم كمان معلقه لبن بودره كبيره، دي اختياري ممكن تستغني عنها بس هي بتدي غناوه حلوه قوي للكريمه. قلبي كل ده بقى على البارد وبعد كده شغلي النار وقلبي بقى تقليب مستمر كده لحد ما تبقبق وتتاكدي ان النشا خلاص كده استوى. هاتي بقى علبه قشطه حلوه من الماركت، اي نوع قشطه انت بتحبيه، هتودي الكريمه في حته تانية خالص. قلبي بقى حلو كده لحد ما القشطه دي تدوب، وقبل ما نطفي على طول عشان ريحته ما تروحش هنحط ظرف فانيليا قبل ما هنطفي على طول. يعني بصوا هحط رشه الفانيليا، هدي تقليبتين وهطفي على طول بس. وبكده الكريمة دي تكون جاهزة ان احنا نحشي بيها الكنافة وتخليها في حتة تانية خالص، احلى من اللي بتجيبوها كمان من الحلواني من بره. بس كده الكريمة خلاص خلصت، لميت بقى كل اللي على الحروف كده، وغطي وش الكريمة دي بستريتش الغذائي كده وسيبيها عشان ما تعملش قشرة وتعمل طبقة كده على الوش. هاتي بقى كيلو كنافة، تقدري تجيبي نص بس لو هتعملي صينيه اصغر من اللي انا هعملها، بس انا هعمل صينيه كبيره. يعني انا حطيته في الفريزر بس شويه كده عشان يجمد، عشان اقدر اكسره بايديا كده افتفته، او لو مش هيتجمد الاسهل لك بقى بدل ما تكسريه بايديكي كده تقدري تجيبيه طبعا على بلانشه وتقدري تقطعيه بالسكينه بالشكل ده اهو كده. اختاري بقى الطريقه اللي تعجبك، يعني اللي تريحك اعمليها. المهم ان احنا نخلي الكنافه ناعمه ناعمه زي ما انتم شايفين كده، يعني ولا ناعمه بودره مضروبه بالكبه ولا يعني شعر طويل. المهم حطيت عليها كوبايه سمنه سايحه كبيره مليانه على الكيلو، مش هي دي كل السمنه اول عن اخر، لسه هحط شويه كمان. حطيت حبه حلوين كده في قاع الصينيه اللي انا هحط فيها، الصينيه دي كبيره مقاس 34. هبتدي اوزع بقى نص كميه الكنافه بعد ما فرقتها حلو قوي كده بالسمنه، ما حطيتش عليها رشه سكر ولا حاجه عشان السكر بيخلي الكنافه بيساعدها انها تنشف. يعني اللي بيحب الكنافه ناشفه قوي ومقرمشه كده يحط عليها سكر بودره، اللي مش بيحبها ناشفه قوي بيحبها متوسطه او عايز يطريها كمان بالشربات سخن ما يحطش السكر. المهم هنحط بقى نص كمية الكنافة في الصينية من تحت كده، ونحاول نخلي الجناب طالعة شوية. يعني بصوا أنا بحاول أخلي فيه شوية في الجناب بتاعت الصينية أهو شايفين، وبضغط حلو بس بإيدي كده ضغطة كويسة بس بإيديا بس، ما ضغطتش بحاجة تاني، يعني ما كبستهاش بصينية تانية أو حاجة. شلت بقى الاسترتش اللي كان على وش الكريمة، وبصوا ما عملتش قشرة ولا أي حاجة من فوق، بس هي بردت خالص الحمد لله. نحط بقى الكريمة بسم الله، نحطها كده فوق الكنافة، وعشان نبدأ نعمل بيها طبقة الحشو اللي في النص. وزعي بقى طبقة الكريمة كده حلو في الكنافة، ما تخليهاش بس تلمس الصينية، احنا كده كده عاملين حرف عالي بالكنافة. لو خدتوا بالكم انا ما حطيتش سكر خالص في الكريمة دي، الكريمة دي انا عاملاها من غير سكر خالص، استكفيت بالشربات اللي انا هحطه على الكنافة من فوق ومن تحت، ودي هتبقى عامله كده معادله في النص وهي مش مسكره. يعني عايزه اقول لكم ده من عند حلواني معروف كده، اكيد كلكم عارفينه، يعني بتبقى الكريمه مش مسكره والكنافه هي اللي بتبقى مسكره، فبتعمل معادله حلوه قوي قوي ويبقى سكرها حلو، تاكلي منها صينيه ما تشبعيش. المهم جبت بقيه الكنافه النص التاني وحطيته فوق الكريمه بالشكل ده، وزعيها بقى كده على طبقه متساويه على وش الصينيه، وابتدي اضغطي بايديكي ضغطه بسيطه طبعا لان في النص فيه كريمه، يعني مش عايزينها ايه تطلع على الوش او تطلع على الجناب بتاعه الصينيه. بصوا اهو ببدا اضغط بايديا كده واحده واحده بشويش لحد ما اسوي الصينيه كلها بس. وكده تمام حلوة جدا. بجيب كمان نص كوباية سمنة سايحة، يعني احنا حطينا كوباية واحدة بس على كيلو الكنافة، الكنافة بتاخد سمنة كتير، فهنجيب نص كوباية كمان من السمنة السايحة وهنغطي بيها الوش. يعني نبدأ نرش كده بالمعلقة الأبيض ده كله، نحاول نخليه على قد ما نقدر يعني يكون لونه بقى أصفر كده من السمنة، بس عشان تاخد لون حلو وتطلع محمصة حلو كده من فوق ومن تحت. متنسوش كمان ان احنا كنا دهنين طبقة سمنة حلوة كمان في الصينية من تحت عشان تاخد لون من فوق ومن تحت. بس كده هناخدها بقى ندخلها الفرن على درجة حرارة 200 على الرف اللي في النص، والنار شغالة من تحت بس، وهي هتاخد اللون لوحدها من فوق. الفرن غاز مش كهرباء، شغالة نار تحت بس، والوش من فوق هياخد لون لوحده من غير ما اشغل شواية. هنحضر بقى الشربات، هنجيب 3 كوبايات سكر على قد كمية الكنافة، على قد كيلو الكنافة 3 كوبايات سكر، حطيت عليهم كوباية ونص مية، يعني نص مقدار السكر مية. هنعصر بقى عصير ليمونة
ونشغل عليها النار وما نقلبهاش وما نحطش فيها معلقة ولا أي حاجة. بالنسبة للناس اللي الشربات عندهم بيسكر، ما تقلبوش الشربات، يعني حطوا السكر، حطوا عليه المية، شغلوا النار، اعصروا الليمونة، سيبوا الفانيليا آخر حاجة ممكن تحطوها. ولو حصل وأي حاجة طلعت على الوش كده من الشربات نقدر نلمها بالمعلقة كده بشويش وخلاص، ما نعملش أي حاجة تاني. قبل ما نطفي بقى بعد ما تغلي كده هنسيبها تغلي حوالي 5 دقايق، يعني من 5 ل7 دقايق على النار. قبل ما نطفي بنحط بقى رشة الفانيليا. أنا حطيت رشة الفانيليا واديتها تقليبة وخلاص. هشيل من على النار على طول. بس كده خلص الشربات. كانت الكنافة هنا بقى. الشربات أنا طبعا كنت طفيت عليه قبلها بشوية وحطيته في حاجة عشان يبرد بسرعة أهو. ليه بقى؟ لأن الكنافة أول ما بتاخد لون وبتخلص وهي لسه خارجة من الفرن على طول وهي لسه سخنة بحط عليها الشربات وهو بدرجة حرارة المطبخ عادي. الكنافة سخنة والشربات بارد بدرجة حرارة المطبخ أو جو عادي. انا سبت شويه شربات صغيرين اهم عشان هبقى احطهم لما اقلبها بقى، يعني لما بتتقلب كمان بيكون شكلها احلى. هستنى بس شويه لما تتشرب. سقيتها على الوش ده خلاص وخلاص شبعت يعني، ونزل طبعا شربات للجزء اللي من تحت. بس طبعا طبقه الكريمه بتمنع ان هو ينزل في النص كده، فشويه الشربات اللي سبتهم دول سبتهم عشان احط كمان على الوش بعد ما اقلبها. اهو هقلبها. الشكل من تحت كمان بيكون متساوي اكتر، يعني بصوا شكلها متساوي، بس عشان هي ما خدتش الشربات كفايه هحط لها شويه دول كده على الوش كمان واوزعهم بالمعلقه، هيبقى شكلها تحفه. بس الكريمه طبعا اول ما بتطلع وهي لسه سخنه بتبقى الكريمه او المهلبيه اللي في النص بتكون طريه وسايله نوعا ما زي ما انتوا عارفين، فبنستنى عليها لحد ما تبرد وتتماسك عشان نقدر نقطعها. لما بتتقطع بقى هوريها لكم دلوقتي كمان. لما بتتقطع تقدروا تزوقوها باي حاجه، يعني مش لازم الفستق، ممكن نحط شويه فستق كده، ممكن نحط سوداني كمان مجروش، ممكن تحطوا بندق، ممكن ما تحطوش حاجه خالص، ممكن ترشوا عليها شويه جوز هند بسيط خالص. والله حتى لو ما حطيتوش برضو شكلها حلو، يعني بس حطيت عشان التصوير يبقى شكلها حلو قدامكم بس اهو شكلها في منتهى الجمال، احلى من اللي بتشتروها كمان من المحلات من بره. جربوها وان شاء الله تعجبكم جدا. بصوا استنيت عليها لما بردت خالص وهبدأ اقطعها كده. هي بصراحة دافية نص نص يعني مش باردة قوي قوي، بس انتوا تقدروا تستنوا عليها لما تبرد خالص بس، وتطلع بقى وتبقى بالشكل التحفة اللي انتوا شايفينه ده. عايزة اقولك اللي هياكل منها من ايدك هيفتكرك جايباها جاهزة من بره بجد، للأمانة يعني احلى كمان من اللي بتبقى جاية من بره جاهزة من عند الحلواني. بصوا ده شكلها، الكريمة من جوه مدياها نقلة تانية خالص، وخصوصا ان الكريمة ما فيهاش سكر والكنافة فوق وتحت فيها سكر او فيها شربات يعني، فبتبقى في حتة تانية خالص. ونصيحتي ليكم ان انتوا ما تقولوش لا خلاص هنحط شوية سكر حتى ولو بسيطة في الكريمة عشان ما تبقاش عدمة او مش حلوة او مش مسكرة او الكلام ده. لا، نصيحتي ليكم سيبوها من غير سكر خالص وهتشوفوا هتدعولي، هتحسوا بالفرق وهتدعولي. بس يا رب تكون الوصفة سهلة عليكم، جربوها وإن شاء الله تعجبكم، هتدعولي. تنسونيش بقى في الدعاء لو جربتوها وعجبتكم. أسيبكم في حفظ الله وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة، بحبكم جدا في الله.